والله يا عيالي في تساؤل ببالي، أثبت الجوال وأعلمكم من رمضان وهالتساؤل هذا براسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث هذا كل ما أقراه وكل ما أسمعه وكل ما والله إنه ما كذا تجيني لحظة إدراك، أجلس أتأمل هالحديث هذا وش معنى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما في الفجر لأتيتوها ولو زحفا، وفي حديث آخر حبوا. تخيل أنك تجي صلاة الفجر مو على رجليك أو بسيارة أو راكب لا، تجيها زحف على البطن. يعني لو تدري بأجر صلاة الفجر بتجيها زحف على البطن، تجيها حبي، تحبي لها حبيان عشان تلحق المسجد وتصلي الفجر مع الجماعة. طيب الأجر اللي بصلاة الفجر وشو؟ ودي أعرفه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام من عبث، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بشر المشائين في الظلم، يعني اللي يمشون بالظلام يلحقون وشو صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طيب حنا عرفنا أن لهم نور تام يوم القيامة، والله أنها بخاطري أني أعرف وشو أجرها، لكن أسأل الله عز وجل، أسأل الله أن لا يحرمنا من فضله، وأسأل الله الكل من يشاهد هالمقطع، أسأل الله إن الله يجعلك من مقيمين الصلاة ومن التائبين ومن المغفورين، وأسأل الله يتقبل أعمالنا وأعمالك ويغفر ذنوبنا ويحسن خاتمتنا ويجعل دارنا وقرارنا نحن ومن نحب في جنات النعيم بالفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.